السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا جميعا بصحة وسعادة وراحة بال. صباح الفل والورد والياسمين عليكم جميعا. اهو رجعت اهو. الناس اللي بتقول لي انت فين مش بتنزلي فيديوهات، انا رجعت اهو يا بنات. شجعوني بقى، شجعوني وحفزوني باللايك وكومنت منكم. سيبوا لي كومنت منكم، اللي يشوف الفيديو بتاعي يا بنات يسيب لي كومنت منكم، اجبروا خاطر بكومنت. في ساعات هي في مشاهدات بسيطة بصراحة بتيجي على الفيديو الحمد لله، ولكن سيبوا لي كومنت منكم، صلوا على النبي في الكومنتات، او منها ناخد حسنات احنا الاتنين. بس احس كده ان في تفاعل، ان في حد بيشوفني، ان حد بيسمعني. وكمان تدعموني بلايك فضلا وليس امرا، علشان اختكم تتحفز وتتشجع وتنزل فيديوهات باذن الله. آه، يعني في ناس كتير بتقول بنشوف الفيديو بتاعك بنتشجع مع بعض، فانا بشجعكم اهو. شجعوني انت كمان، يلا نشجع بعضينا وكل واحد ياخد بايد التاني كده، وربنا معانا جميعا يا رب باذن الله. فان شاء الله النهارده قلت اخفف عليكم كده، يكون فيديو خفيف لطيف ظريف ونتشجع مع بعض، بما ان بصراحه الناس كلها مكتئبه وكل واحد يعني يا رب ربنا يكون في عونه. في ناس كتير مكتئبه وتيجي تسالها طب انت زعلانه ليه متضايقه؟ لا مش عارفه، هو كده انا حاسه بكآبه، يمكن من الجو مش عارفه، لان بصراحه الايام دي الجو برد. آه، الجو بره الشجر اصلا ما فيش ورق، الدنيا كلها سودة، فتحسي هو بتحسي الجو اصلا عاتب كآبة. فربنا يكون في عوننا جميعا. فقلت احفزكم، اطلع احفزكم كده وننشط مع بعض يا بنات، يلا وكل واحده تقوم تشوف وراها ايه. بما ان احنا بس بنفتح البيت يتهوى يتهوى ونجري نقفل الشبابيك من السقعه. فقلت بقى كفايه يا بنت انتخى كده، وكفايه كده على الاوضه حرام. استنيت الولاد ينزلوا يروحوا مدارسهم الحمد لله على خير والاجازه تخلص، وقلت قومي بقى حرام عليك ارحمي الاوضه دي، لاني بصراحه انا كان نفسي اجيب ميه وصابون واغسلها، بما ان ولادي قاعدين طول النهار فيها. طول افتح الشباك من هنا ادخل تاني تلاقيها اتقفل. هي يا ابني لحقت تهوت، الجو برد، الجو برد، قاعدين في البيت مقفلين الشبابيك ومشغلين الدفايه. والله ما صدقت ان انا هم يروحوا المدرسه يا اولاد وقفلت الدفايه من هنا وفتحت الشبابيك تهوي البيت. انا كنت بحس ان بيتنا ده ما بتهواش، لان طول ما انت قاعده في البيت كل اللي قاعد ساعين ويجوا يبرموا ايه، يمسكوا بتاعه الدفايه، البقره بتاعه الدفايه دي، تحس ان هي انا بسمع البقره يعني والله العظيم بتصعب عليا تك تك. واللي يجي التاني يقول انتوا مش مشغلين الدفايه يا ابني، هي لحقت تسخن، هتصبر يا حبيبي. والله يعني ربنا المستعان. الحمد لله ما صدقت بقى، وقلت بقى اقوم شمرت وقلت بس الاوضه لازم تتفرك النهارده. فشلت الفرش زي ما انتم شايفين وديته الغساله، وشلت السجاده وبدات انضف زي ما انتم شايفين كده معايا. وكمان شايفين يا بنات، اصل في ناس بتقول انت بتنضفي المتنضف، والله يا بنات انا البيت فعلا بيكون فيه ستوف شايفين، ده بقى له فتره انا ما نضفتش. يعني انا بقى لي كده كنت سبتها فتره، يعني يمكن تقريبا شهر من قبل الاجازه، اسبوعين اجازه وقبلها يمكن باسبوع، حوالي 3 اسابيع 4 اسابيع، ما بس بكنس الارضيه وبفتح الشباك دقيقتين، هم دقيقتين بالعدد، لان ما شاء الله هم منتخين. ما حدش خرج اصلا في الاجازه يتهوى شويه بره، حتى خروجوا امشوا لا الجو برد، مسقعين وقاعدين ليا في البيت. لما صدقت بقى قلت بقى اقوم افرك الاوضه. والله بجد جبت المنظف بتاع الازاز ده، كانوا شويه صغيرين كده في الازازه، كملتهم ميه وخل وبدات المع بهم كل حاجه في الاوضه. شايفين انا مسكت كل حاجه غسلتها، والله لو عارفين يعني لولا الملامه وخفت على الخشب، يعني لولا ان خفت على الحاجات لان احنا ما فيش شمس دلوقتي، كنت بجد غسلتها بميه وصابون. فجبت كده الفوطه بتاعتي وبدات ان انا امشي على كل حاجه، ما زي ما انتم شايفين مسحتها كويس جدا ونفضتها، وكان نفسي بجد اطلع البلاطين بره تتهوى، بس الجو مندي، تحس ان هو فيه ميه، هو ميه بس ما فيش مطر. انتوا عارفين الجو ده اللي بيبقى عامل زي ما يكون في ندى طول اليوم، هو الجو كده. يعني الشمس بتطلع هنا نادرا، والله الواحد انا بفرح لما بشوف الشمس، بحس ان انا فرحانه من جوايا. يعني ضوء الشمس ده ربنا ما يحرم منه حد، يا بخت الناس اللي عندها شمس بتطلع كل يوم بجد يا بنات، والله بتغير في النفسيه قد ايه، وبتحس بانبساط وسعاده وبيكون عندك طاقه، بيكون تحس كده عندك انرجي، بدك تقومي تعملي كل حاجه. مش انا كده لما الشمس بتطلع بكون نشيطه في قمه نشاطي، يعني ممكن اقوم اعمل كل حاجه واي حاجه وتلاقيني مبسوطه بالجو، بس عشان الشمس طالعه. سبحان الله، يعني ربنا ما يحرمنا منها، يعني على ما ان الايام دي ما بتطلعش، والله ادعوا لنا ادعوا لنا ان هي تيجي عندنا يعني، نادرا لما بتيجي، يعني عزيزه قوي الشمس علينا الايام دي. فزي ما انتم شايفين بقى مسكت كل حاجه بنات نضفتها ومشيت عليها زي ما انتم شايفين. وطبعا كل واحد عندنا ما شاء الله في المدرسه الوقت عاد بيستخدمه، كل واحد عاد عنده لابتوب ما شاء الله، اللي بايظ واللي شغال، هم بس مكركبين ليا الدنيا. فقومي كده تنشطي، شوفي انت وراكي ايه. انا عارفه ان الجو برد والجو ساقع، بس بجد لما بتشتغلي وبتقومي تعملي اللي وراكي بتحسي بطاقه، بتحوشي الكآبه ده. لو انت مكتئبه بصراحه، يعني انا ساعات لما اكون حاسه ان انا
مش يعني مش مخنوقه مثلا او متضايقه او في حاجه مضايقاني، بقوم اعمل اي حاجه. ممكن عارفين اقل الايمان اخرج اطلع بره امشي، على ما اني ماشي الايام دي عاد بسيط جدا. يعني ما عدتش بمشي زي الاول. انا كنت الاول احب المشي واخرج كل يوم اتمشى، ولكن بجد انا بقالي يومين بمشي. الجو برد صحيح، يعني النهارده درجه الحراره 1 أو 2، بس بجد كنت مستمتعه وانا ماشيه بره في الجو ده. كنت مبسوطه جدا، على ان انا ما بحبش السقعه. يعني انا بتلج اصلا، وفي الصيف بكون متلجه، فما بالكم في الشتاء. اول مره بصراحه النهارده اكون مبسوطه ومستمتعه وانا ماشيه والجو ساقع. ايه الانشكاح اللي انا كنت فيه ده؟ والله بجد ما كنت مصدقه نفسي. بس حسيت حسيته حلو. كنت متقله من هدوم، يعني كنت مدفيه نفسي كويس. خلاص صحيح هي ايديا اللي تلجت، وبالذات فترة بعد الظهر كان الجو ساقع، لأن تقريبا قضيت من 3/4 اليوم بره. بس بجد كنت مستمتعة بالجو خالص. أول مرة في حياتي إن أنا أستمتع الجو بالشكل ده. المهم يا بنات، انا كنست الاوضه زي ما انتم شايفين، ونفضتها كويس جدا، وجبت الموب ده وعصرته. انا مسحت الاوضه 3 4 مرات. انتوا عارفين لولا الملامه يعني كنت جبت ميه وصابون وعارفه كنت عايزه اجيب ميه وصابون واغسل الخشب، بس لو والله خفت الخشب يعني يبوظ، يجرى له حاجه. قلت لا عيب، انت اللي هتزعلي، انت اللي هتزعلي في العمله دي. فقعدت اغسل الموبه دي تحت الحنفيه واجيب معطر وامسح. شايفين الخشب ما شاء الله، كل ما اشوفه بيلمع كده كل ما اعمل تاني، كل ما احس ان انا عايزه امسحه تاني. بصراحه كنت متنشطه جدا يعني. فالحمد لله. فقلت عشان ما اكترش عليكم كده والروتين يكون خفيف وظريف، عملت بس معاكم الاوضه النهارده. طبعا ده يا بنات، ده دولاب في الحيطه. الباب التاني ده دي دواليب في الحيطان. بصراحه احلى حاجه في البيوت هنا الدولاب اللي في الحيطه ده. بجد شايل ليا كتير. يعني انتوا شايفين عندي دولاب للولاد، ده فيهم الهدوم بتاعت الولاد صيفي وشتوي، كل واحد الهدوم بتاعته موجوده في الدولاب الصيفي والشتوي. انما الدولاب اللي ورا الحيط ده انا بحط فيه البطاطين الزيادة عندي، بحط المفرش الصيفي، بحط فيه الجواكت الزيادة أو الجواكت الصيفي. بحط فيهم ايه كمان، بحط كمان الحاجات الكبيرة. انتوا عارفين بقى الحاجات الكبيرة انا ما بتدخلش عندي في المطبخ، اللي هي الأطباق الكبيرة والحاجات دي حطاهم في رف فوق. بس بقى نفضنا مساحة السجادة بتاعتنا، نفضناها تنظيفة حلوة بره، وجبناها فرشناها، وفرشت الولاد كمان دفايات، لان هم السنه دي بصراحه بيقولوا بنبرد يعني. ففرشت لهم دفايات، رجعت افرشها لهم تاني. وبس يا بنات، احلى احساس في الدنيا هو احساس النظافه. بعد ما تخلصي كده يا سلام على ريحه النظافه والانتعاش، وانك تهوي البيت كده، يا سلام، احلى حاجه بصراحه.